السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء القناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي تهنيكم من سعال البرد يعني التبوريشه، الناس اللي فيهم السخانه. يعني هاد الوصفه راها دقه بطله، جربوها صدقوني راه ما غاديش تخطاكم. يمكن الناس اللي فيهم الكحه البرد او لا البلغم يجربوا هاد الوصفه، راها دقه بطله غادي تنفعكم من الاستعمال الاول. قبل ما ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والفائده تعم. بالنسبه للمكون الاول اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا هي البصله. يعني من الاحسن انها تكون البصله الحمراء او لا الحريف. يعني راه الفيديو موضح يعني شارح نفسه. غادي تاخذوا تقريبا بصله وحده، وغادي تنقيوها وتغسلوها وتقطعوها على شكل اطرونج كما كتشوفوا في الفيديو. وغادي تضيفوا ليه سكنجبير، سواء هاد السكنجبير غبره او لا سكنجبير طري. يعني انا غير ما كانش عندي سكنجبير طري ودرت سكنجبير غبره، يعني نفس الفعاليه نفس المفعول. يعني من الاحسن اذا كان سكنجبير طري جربوه، او لا الحبه السوداء. راه كنعطيكم اختيارات باش الا ما عندك شي حاجه تجربي حاجه اخرى. وغادي تحطيه فوق البوطه يغلي لمده 5 دقائق حتى يطبخ معاكم، وغادي تصفيه وراه غادي تحصلوا على هذا الخليط. بالنسبه للناس اللي فيهم السكر، يعني الناس اللي فيهم داء السكري ومرض بهذا البرد، ما يضيفوش العسل، ما تضيفوش للخلطه ديالكم العسل. غادي تضيفوا زيت الزيتون، غادي تضيفوا 3 المعالق ديال زيت الزيتون. والناس اللي ما فيهم لا سكر لا والو غادي يضيفوا 3 المعالق ديال العسل و3 المعالق ديال زيت الزيتون. يعني راه الوصفه دقه بطله، جربوها صدقوني راه ما غاديش تخطاكم. راه من الاستعمال الاول غادي تبان معكم النتيجه. غادي نعاود معكم الطريقه ديال الاستخدام ديال هذه الوصفه. غادي تشربوا هذا الكاس ديال هذه الوصفه الا غادي تنعسوا وتغطاو مزيان وتنعسوا. يعني الناس اللي فيهم السكر ما يضيفوش العسل، فقط يكتفيو بزيت الزيتون. والناس اللي ما فيهمش السكر غادي يضيفوا زيت الزيتون والعسل دقه وحده. يعني شي يضيفوه في الكاس راه ما غاديش يخطاكم. راه دقه بطله، وصفه ناجحه 100%. والناس اللي فيهم البرد تبوريشه السخانه الزكام يعني الكحه البلغم، راه هاد الوصفه غادي تهنيكم من جميع الامراض الصدريه. صدقوني جربوها، راه النتائج ديالها فوريه من الاستعمال الاول. يعني راه المكونات ديالها طبيعيه اقتصاديه، موجودين في اي دار مغربيه وفي اي دار عربيه. كنشكركم على التتبع ديالكم.